من جديد هاجم المئات من طلاب الإخوان مبنى رئاسة جامعة الأزهر والمبنى الإداري، وقاموا برشق المبنى بالحجارة، مما أدى إلى تهشم كل النوافذ الزجاجية للمبنى. وأيضا في ذلك الوقت الذي اقتحم فيه عدد من الطلاب مكتبا للأمن الإداري وقاموا بتهشيم محتوياته. وتشهد الجامعة حاليا حالة من الذعر بين العاملين بالمبنى وكل المتواجدين بداخله، فيما يحاول أمن المبنى إخراجهم سالمين منها. للوقوف على المشهد على الأرض معي من هناك زميلي مراسل تلفزيون النهار أحمد فضل. أحمد، الكلمة معك، ما المشهد الآن؟ نعم، يعني المشهد يبدو مأساويا بعض الشيء في المبنى الإداري لجامعة الأزهر، حيث كان وصولنا تقريبا بعد انتهاء الأحداث من الطلبة. كان هناك طلبة يعني يقفون بالمبنى الإداري لجامعة الأزهر، ويقولون أن كان هناك اعتداء من قبل بعض المجهولين من الصبية والشباب الثانوي، يقولون أنهم لم يكونوا من جامعة الأزهر، وقاموا بالاعتداء على المحتويات وتكسير الواجهات الإمامية للمبنى. الطلبة نفوا أن يكون من قام بذلك هم طلبة الأزهر. يعني حاولنا أن نستطلع أيضا آراء بعض العاملين في المبنى، لم يكن هناك أي تواجد للعاملين بالمبنى. جميع من كان في المبنى قد يعني ولا هاربا من الاعتداءات التي حدثت على المبنى الجامعي. أيضا الشرطة قامت، يعني أنا الآن أتواجد بشارع النصر، الشرطة قامت بإخلاء الشارع من السيارات ووضع حواجز حديدية لمنع خروج. تحدثنا مع بعض الضباط، قالوا أنهم يعني منعوا السيارات من التواجد هنا يعني حتى لا يكون هناك أي تواجد للطلبة، وكي لا يقوموا بتجميع أنفسهم والخروج لشارع الأوتوستراد وإغلاقه مرة أخرى. أحمد فضل مراسل تلفزيون النهار، شكرا جزيلا لك.